الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. موضوع يطرح كثيرا خاصة في هذه الأزمان في جميع الأوساط العلمية الشعبية، في المساجد، في الشوارع، في كل مكان، حتى صار الموضوع قد أثار جدلا كبيرا بين الناس، خاصة في كثرة وجود الحزبيات وتعدد الأحزاب. والكلام عن الأحزاب نتكلم عن الأحزاب التي تسمى الأحزاب الإسلامية. مفهوم السلفية بين هذه الأحزاب، يا هل ترى هل هو حزب إسلامي سياسي حديث؟ هل هو تحزب؟ هل أصحابه يتبعون إلى شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا أو أقاموا حزبا مثل الأحزاب الموجودة، أم هم جماعة كذلك هذه الجماعة لها أفكار خاصة بهم تختلف عن أفكار جماعة المسلمين أو تشابه ذلك؟ أسئلة كثيرة في هذا الموضوع نطرحها على شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى في هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يبين فيها شيخنا ما يهم كل مسلم في هذا الزمان، وتحل بذلك إشكالات كثيرة بين الناس. حياكم الله شيخنا. الله يحييكم وبارك الله فيكم. شيخنا الله يحفظكم، بداية ما هي السلفية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلفية هي نسبة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وتلاميذ الصحابة وتلاميذهم. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد ذلك ذم القرون التي تأتي بعد ذلك، فبين بهذا عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أفضل وخير ممن جاء بعدهم، والحق فيما كانوا عليه رضي الله عنهم. هذا معنى السلفية. فالسلفية هي اتباعك للسلف الصالح، والسلف الصالح نعني به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون التي ذكرنا. طب شيخنا الله يحفظكم، لماذا نقول نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتبع ما بعد النبي؟ يعني هل هذا لا يكفينا أن نكون نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، فقال في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الكلام هنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الرضا من الله سبحانه وتعالى حاصل على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من اتبعهم بإحسان. ونحن بينا سابقا أن طريق الحق هو واحد لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما ورسم على جانبيه خطوطا، وقال: هذا صراط الله وهذه طرق على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. إذن طريق الحق واحد، الذي يوصلك إلى الله هو طريق واحد. ما هو هذا الطريق؟ هو الذي ذكره لنا في كتابه هنا، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لا بد من أجل أن تنجو عند الله سبحانه وتعالى وأن تصل إلى مرضات الله وإلى الجنة أن تسلك هذا الطريق الذي ذكر في وصف الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون الذين كانوا عند نزول هذه الآية؟
نعم. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن مأمورون باتباع هذا الطريق الذي كانوا عليه. ثم إذا جاءنا شخص وقال لنا أنا أتبع الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يفهم الكتاب والسنة بهواه أو بعقله، ماذا سينتج عندنا؟ سينتج عندنا بدع ومحدثات واختراعات كثيرة في أمور الدين وعقائد شتى. العقول متفاوتة وكل واحد سيفهم بطريقته. نعم. وستفترق الأمة وتتشتت، وهذا ما حصل مع الذين فكوا أنفسهم عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ولم يتقيدوا بما أمرهم به من اتباع منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يؤكد لنا هذا المعنى الذي ذكرنا: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سنعرض شيخنا إن شاء الله تعالى على هذا الحديث لوحده. تمام، لكن لا بد من الفقرة الأخيرة هذه من أجل أن نربط الموضوع ببعضه. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما ذكر الفرقة الناجية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذا هنا ذكر أصحابه معه. نعم، في عندي قيد وهو الصحابة. وكذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف حاصل وموجود ولا بد، مع أنه محرم، لكن التحريم شيء ووقوعه من الناس شيء آخر. إذا هو سيقع الاختلاف هذا. كيف النجاة منه؟ قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذا صار في عندي تقييد بمنهج الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من دليل شرعي، لذلك نحن نتقيد بها. شيخنا عودا بارك الله فيكم على الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أنا أفهم من هذه الآية أمرين. الأمر الأول أن مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها توصل إلى النتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وبالتالي ليس يجب أن يشترك الأمران، يعني مشاققة الرسول زائد بالإضافة إلى اتباع غير سبيل المؤمنين حتى يتحقق الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم. يعني واحدة منها تؤدي إلى هذا، سواء شاققت الرسول أو سواء اتبعت غير سبيل المؤمن. أليس هذا ما يفهم منه من هذه الآية؟ ما نفرق بين الأمرين لأنهما متلازمان لا ينفكان. نعم. أبدا. من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شاق طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، ومن شاق طريق السلف الصالح رضي الله عنهم شاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من اتبع طريق غير السلف فهو شاقق النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا. نعم. في الحديث شيخنا الله يحفظكم ذكرت لما قلت الاختلاف حاصل ولا بد، لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل هذا يعني بعض الناس يظن أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه فقط من باب أنه سيحدث، وبالتالي أن نسلم لهذا الأمر ولا داعي لأن تنكر على الناس، خلاص أن هذا الأمر سيحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أشياء مثل حديث مثلا حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، من باب يبين الزمن القادم في الأمن، وليس من باب إقرار هذا الأمر أن يحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الاختلاف، أليس كذلك؟ هذا ما يعني بعض الناس يفهم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيختلف الناس، ستختلف الأمة، فلا تشدد على الناس. هل هذا ما يفهم منه، أم يفهم منه أن هذه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك وجب أن نحارب ما سيحصل ونقيم شرع الله سبحانه وتعالى. هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما سيقع في مثل هذه الأخبار، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيقع، ما الذي سيحدث، وهذا تارة يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون تحذيرا من الذي سيحصل. وهذا الحديث الذي ذكرنا هو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سيحصل. نعم هو سيحصل، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، علامة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بين أنه سيحصل وسيحصل كما أخبر، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا هذا المنهج افترقوا إلى فرق إلى جماعات؟ لا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك أعطى الحل، أعطى الدواء لهذا الإشكال. هذا مرض أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض سيصيب هذه الأمة. طيب كيف العلاج؟ ذكر العلاج عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، فهو عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيئا
فيه مصلحة وفيه خير للمسلمين إلا وبينه لهم، ما تركهم تائهين. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضار التي ستحصل وبالمفاسد التي ستحصل بين المسلمين، ويبين لنا العلاج حتى نتمكن من الفرار منها ومن الخلاص من هذا الداء. فبين عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث لما ذكر الافتراق ذكر كيف تنجو منه، فقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة. هذا خبر عن أمر سيقع ليس إقرارا له. وثم قال الحل في ذلك، قال كلها في النار. كيف يكون هذا إقرارا وهو يقول كلها في النار؟ ما يصح هذا أبدا أن يفهم. ولكن بين طريقة الفرار من هذا الأمر والنجاة منه، فقال إلا واحدة، في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، وكلها بمعنى واحد. نعم. الله يحفظكم شيخنا. عودا على كلمة السلفية، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة كلمة مسلم. متى بدأت كلمة السلفية؟ يعني هل يوجد تاريخ معين لظهور هذه الكلمة؟ الآن بغض النظر عن التسمية، المنهج هو منهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعه لنا ربنا تبارك وتعالى، وأمرنا بالالتزام به والتمسك به والسير عليه. والصحابة رضي الله عنهم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه منه وبقوا عليه، ولم تكن بينهم اختلافات منهجية أو اختلافات عقائدية يحصل بسببها الافتراق في الدين. فكان الصحابة رضي الله عنهم من حيث المنهجية كلهم على منهج واحد، لا افتراق بينهم في ذلك. كانوا يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة كما فهمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى السلفية. الآن بعد ذلك الصحابة نقلوا هذا المنهج لمن بعدهم، لكن من بعدهم من غير تسميات طبعا، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد، فما كان في داعي للتسمية. أيوة، ما كان في حاجة للتسمية. نعم. التسمية متى تأتي لأجل الافتراق عن أهل الباطل، الافتراق عن أهل الباطل لابد، وليس التفرق بين المسلمين. لا، هذا نعم. الافتراق لما حدثت الفرق التي خالفت هذا المنهج، احتاج أهل السنة أن يفترقوا عنهم من أجل أن يبقى الحق واضحا صافيا نقيا مفترقا عن الباطل، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. نعم. لابد من هذا. نعم. هذا الافتراق الأمر الذي لا يفقهه كثير من الناس، أنه يظنون أن الافتراق كله باطل ومذموم ولا نحرص عليه، ويواجب هو الاجتماع. هذا خطأ كبير جدا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن المطلوب من ذلك هو الاعتصام بحبل الله. كان هذا السؤال القادم شيخنا. نعم. فجاء يعني. لا، وهذا أمر مهم جدا وغاية في الأهمية أن يفهم الناس. هناك اجتماع واجب مطلوب، وافتراق واجب مطلوب أيضا. نعم. أما الاجتماع المطلوب فهو الاجتماع على الحق، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح رضي الله عنه. هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به. واعتصموا بحبل الله، ما قال اعتصموا مطلقا واجتمعوا مطلقا. يعني ليس المقصود أن نجتمع مطلقا هكذا. لا، ليس أي اجتماع هو المطلوب. المطلوب هو الاجتماع على الحق. أما الافتراق عن الباطل فواجب شرعي لا بد منه. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن صار في عندي افتراق. لابد، هو مقصد من مقاصد الشرع أن يكون الحق مفترقا عن الباطل ومتميزا عنه، ولا بد من أجل أن يبقى دين الله صافيا نقيا واضحا. من أراد الحق فهذا الحق أمامك، تريد الباطل هذا الباطل اذهب إليه. لذلك عليه الصلاة والسلام بين الافتراق هذا، وبين أن هناك فرقة منفصلة عن هذه الفرق. قال الجماعة أو ما أنا عليه وأصحابي. إذا صار في عندي جماعة لابد أن تفترق عن تلك الجماعات وتتميز بالحق الذي معها، وهو اتباع كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نرجع إلى نفس السؤال، ما زال الجواب مستمرا. السؤال طبعا شيخ من هو التاريخ، فالصحابة نقلوا منهج واحد بدون اختلاف إلى من بعدهم. تمام. نعم. هذا هو الأصل. الآن الأصل والصفاء والنقاء هو المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. من الذي افترق؟ الذي افترق هم الذين بدأوا بتغيير هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جزئية بس أنا أسمع كلام العلماء في هذه الجزئية، من الذي افترق؟ يعني هم يتهمون الذي يسير على الكتاب والسنة أنك تفرق الناس، لكن العلماء يقولون لا، أنت أو الذي افترق أول مرة عن الطريق الصحيح هو الذي فرق الناس عن الحق. الحق هو الأصل الذي كان موجودا، مش الباطل هو الأصل وجاء الحق وفرقه. نعم. حتى لو فرق الحق الباطل وميزه فهذا طيب ومطلوب. نعم. لكن عندنا في شريعتنا الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم جاء أهل الباطل وفرقوا، فبدأوا يفرقون المسلمين بأفكارهم. تفريق حصل بأهل الباطل. اليوم الحاصل عند الناس أنهم صاروا يعكسون الأمر، يأتون إلى صاحب الحق ويقولون له أنت تريد أن تفرق الأمة، أنت تريد أن تمزق جمعها. الذي فرق الأمة ومزق جمعها هو الذي خرج عن المنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. فلما جاء هؤلاء وبدأوا يحدثون في دين الله ما ليس منه، افترقوا عن الأمة، افترقوا عن الجماعة التي كانت موجودة. هنا يقول محمد بن سيرين، وهو أحد أئمة التابعين من القرون التي هي من القرون التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. محمد بن سيرين ماذا قال في هذا؟ قال: كنا نأخذ عن كل أحد، كنا نأخذ عن كل أحد، فلما حصلت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثه. حصل التميز، حصل الافتراق من عند السلف رضي الله عنهم لما بدأ أهل البدع يظهرون. ومن هنا جاءت كلمة أهل السنة والجماعة. قبل كلمة السلفية ولا بعد؟ قبل كلمة السلفية. نعم. الآن جاءت كلمة أهل السنة والجماعة. نعم. بداية من هنا أمسك العلماء بكلمة أهل السنة والجماعة واتبعوها. لماذا؟ لأنها بدأت تظهر البدع الذين فرقوا الأمة، وصار أهل السنة بحاجة إلى التميز عن أهل البدع هؤلاء. يعني لو لم يكن هناك أهل بدع لقلنا لك يكفيك أن تقول أنا مسلم، زي ما يزعم كثير من الناس اليوم. ولا سماكم مسلمين من قبل. نعم، هذه التسميات تتركون منها الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين، إذا نبقى مسلمين. كلامك حق، لكن متى؟ لو لم يحصل نعم. افتراق من أهل البدع ويشوشون على الناس، وصاروا يريدون لبس الحق بالباطل وخلطه فيه وتضييع الحق فصار في طياته. لابد من التمايز. لابد. إذن هذه التسميات بدأت للتمييز وليس للتزكيات أو ليس لتحزيب الناس. ليست طيب. لتحزيب الناس. نعم. عن الحق، هي من أجل أن يميزوا الحق عن الباطل، ومن أجل أن يتمسك الناس بالحق، ومن أجل أن يعرفوا الباطل ويحذروا نعم. منه. هذه أصل التسميات. من هنا فجاءت كلمة أهل السنة والجماعة. عندما تقول لي لماذا لا نبقى على كلمة المسلم، أقول لك نعم معك ذلك، لكن بشرط اقضي على كل هذه الفرق اللي موجودة، اجعلهم يتراجعون عما هم عليه من ضلالات وبدع فارقوا فيها الصحابة رضي الله عنهم وطريقهم، ثم نرجع جميعا إلى كلمة الإسلام. نعم، هذا كلام حق ما فيه إشكال. أما بما أنها فرق موجودة وتدعو إلى بدعها وإلى ضلالها، فيجب علينا أن نتميز عنهم، لأننا أهل حق، نتميز ونميز الحق عن الباطل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بارك الله فيكم شيخنا. إذن وصلنا إلى تسمية أهل المسلمين بأهل السنة والجماعة. نعم. ثم تغير الحال، وهذا السبب شيخنا تغير الحال دخول فرق جديدة. مثلا صرنا بعد ذلك نقول أو يقال أهل الأثر، أهل السلفية. فلماذا التغيرات هذه شيخ؟ هذه التغيرات حصلت نتيجة أن المعروف عند عامة الناس والمحبين للخير أنهم يريدون هذا الطريق الذي هو طريق أهل السنة والجماعة، طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، ويحبونه ويعرفون أنه الحق، خاصة لما تبين لهم تقول لهم هذا الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو طريق النجاة الذي يخلصك من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك أن تسلك غيره.
لما يعرفون هذه الحقائق كلها مباشرة فطرة المسلم النظيفة الطيبة الباقية على ما هي عليه مباشرة يتقبل هذا المنهج. الأسماء هذه محببة للناس وليست سيئة أو مكروهة عند الناس. إنما كثير من عامة الناس تجد في نفسه شيء بسبب سوء سلوك بعض من ينتهج هذا المنهج أو عدم حكمته في إيصال المعلومة، فتجد بعض العامة ينفرون من هذا الأمر. لكن من عرف ذلك وكان مريدا للحق فعلا لا بد أن يقبل هذا المنهج، لا يرفضه نهائيا. فلما كان هذا الأمر موجودا عند عامة الناس وأقبلوا على أهل السنة والجماعة وفارقوا أهل البدع والضلال، صار من أهل البدع من يتسمى بهذه التسمية بنفس تسمية أهل السنة نعم والجماعة، فصاروا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. وهكذا يعني فقدنا التمايز بهذه الحال. هذا هو، صار خلط من جديد. نعم، صار الخلط موجودا من جديد. من ذلك مثلا الأشاعرة الآن يقولون لك نحن أهل السنة والجماعة، لكن في حقيقة الأمر هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وذلك لأن الأشعري قاعدته الأصلية في العقيدة تقديم العقل على النقل. نعم. وهذا لا يمكن أن يكون من صاحب سنة. صاحب السنة يقدم الكتاب والسنة على كل شيء. لربما العقل لا يفقه هذه المسألة فيقف جانبا، هذا هو، وليس من باب إهمال العقل ولكن باب محدودية العقل. العقل وظيفته هو الفهم والإدراك وليس الحكم. نعم. في شرع الله سبحانه وتعالى. الحكم في الشرع للشرع، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نعلم أن الأحكام الشرعية لا تأتي متعارضة مع عقل صحيح مستقيم، نعم. لكن عقول الناس تتفاوت، عقول الناس تختلف. لذلك نفس العقلانيون هؤلاء الذين يقولون نحن نتبع العقل نفسهم يضطربون يختلفون، فتجد الجهمي يخالف المعتزلي يخالف الأشعري يخالف الكلابي إلى آخره. طيب أنتم تقولون العقل يقيني ويجب اتباع العقل، لماذا اختلفتم واضطربتم؟ كيف يكون يقين والاختلافات بينهم حاصلة كثيرا؟ لكن ليست قضيتنا الآن. الموضوع الآن أن هؤلاء زعموا أنهم من أهل السنة والجماعة. طيب كيف تكونون من أهل السنة والجماعة وأنتم لا تقدمون السنة ولا تعظمون السنة كما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديمها على ما تزعمون أنه عقل خالف السنة الصحيحة؟ والجماعة ما أنا عليه اليوم أصحابي. السنة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعني بالسنة هنا النافلة زي ما يفهمها كثير من عامة الناس، لا، مقصود هنا بالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله. قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود بالسنة هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالسنة هنا. فالمنهج السلفي اتباع الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، التقييد بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم هو الضابط الذي حصل بسببه الافتراق عن كثير من أهل البدع والضلال الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة وهم في الحقيقة يتبعون عقولهم وأهواءهم، لا يتبعون الكتاب. يصرح شيخنا يصرح الأشاعرة أنهم يعني يقولون عن الصحابة أو من بعدهم أنهم أسلم في الأحكام، نعم، في خاصة في العقيدة، ولكن يعني يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. نعم. هم يصرحون بالمفارقة. هم عندهم كيف هذا يكونون أهل السنة والجماعة إلا من يريد أن يلبس منهم، وإلا حقيقة أئمتهم قد اعترفوا بهذا، قالوا نحن لسنا على منهج السلف. هم يقولون ذلك. نعم، هم يقولون هذا. الأشاعرة الذين يسمونهم بالأشاعرة المؤولة يقول لك نحن لسنا على منهج السلف، نحن علمنا الذي نحن عليه أعلم من علم السلف وأحكم من علم السلف. هم أعلم من علم السلف، أعلم من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليش يقول لك هو نحن علمنا أعلم وأحكم؟ أعلم من علم السلف لأنهم يعتبرون السلف جهالا. إذن لا يجوز شيخنا التسمية، أن تسمي نفسك يا فلان بأنك من أهل السنة والجماعة وعند التطبيق العملي أنت حقيقة لا علاقة لك بهم. وليس كل من واحد سمى نفسه بشيء يكون حقيقة من أهله. نعم، هذه مسألة أخرى سأتطرق إليها بعد إكمال هذا الجواب. هذا قطعنا كثير شيخنا على قضية التاريخ. أنه الآن وصلنا إلى أهل السنة والجماعة. نعم. والآن صار الخلط بين الناس. دخلت فرق، منها مثال فقط هم الأشاعرة مثلا، أدخلوا أنفسهم في أهل السنة والجماعة وصاروا يلبسون على الناس بهذا. طبعا هذه أمنية لأهل البدع أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يخلطوه وأن يقول لك نحن جميعا واحد ونجتمع نحن مع بعض. ليش؟ لأنهم بهذا يستطيعون أن يروجوا بدعهم وضلالهم. أهل السنة لا،
يحرصون على الافتراق من أجل التمييز وإظهار الحق وإبطال الباطل. هؤلاء الآن أدخلوا أنفسهم من أجل هذه القضية، من أجل أن يلبسوا على الناس، أدخلوا أنفسهم في أهل السنة والجماعة وصاروا يسمون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة. وهذا موجود في فرق كثيرة دخلت في هذه التسمية، فاحتاج أهل السنة إلى أن يتميزوا أيضا عن هذه الفرق، وأن يبينوا أن أهل السنة والجماعة ليسوا هؤلاء، بل أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا السلف الصالح رضي الله عنه. وهذه نسبة ليست جديدة، ذكرها السمعاني في الأنساب، وذكر الانتساب إليها وما هي حقيقتها، وذكرها غيره من أهل العلم. لكن الشاهد في الموضوع أن هذه النسبة التسمية جاءت أيضا لبيان الحق من الباطل وتفريق أهل الباطل عن أهل الحق، من أجل أن يبقى الأمر واضحا وصريحا وصافيا وبعيدا عن اللبس الذي يحصل. نعم. شيخ تقول الله يحفظكم، وهذا كان السؤال الذي أريد أن أطرحه، هذه النسبة السلفيين يعني ليست جديدة. هل كان الإمام مالك، الشافعي، الإمام أحمد، الأوزاعي، سفيان الثوري، الليث بن سعد، كل أئمة الإسلام المتقدمين، هل كانوا يقولون بهذه التسميات شيخنا ولا مكتوبة عندهم؟ أنا قرأت شيخنا عن الدارقطني، سئل أو قيل فيه وكان سلفيا رحمه الله. نعم. هذه كلمة قديمة إذا ليست محدثة كما نفهم أو يفهم. أنا ذكرت أن العبرة ليست بالتسميات، العبرة بالحقائق، وإحنا هذا الذي يهمنا في الموضوع. يهمنا المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، المنهج الذي كان عليه أئمة الإسلام. هؤلاء كان عندهم اسم أهل السنة والجماعة، كلهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، قبل أن يأتي الأشاعرة ويخلطوا الحق بالباطل، وكذلك الصوفية وغيرهم ممن يتسمى الآن بأهل السنة والجماعة. فاحتجنا إلى هذا التفريق. نعم، هي قديمة ليست حديثة، لكن المعروف عند الأئمة هي أهل السنة والجماعة. ولو بقي الأمر على ما هو عليه وما أدخل أهل البدع أنفسهم فيه لاكتفى أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة. لكن التسميات إذا كانت تعبر عن حقيقة ما ينتهجه الشخص لا إشكال فيها. الآن أهل السنة والجماعة يسمون أهل السنة والجماعة، يسمون السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كل هذه التسميات هي لفرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا منهج السلف الصالح. الفرقة الناجية جاءت من حديث كلها في النار إلا واحدة. نعم. الطائفة المنصورة جاءت في قول النبي، جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فجاءت الطائفة المنصورة من هنا. السلفية جاءت من اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، وهكذا. نعم. شيخنا الله يحفظكم، ذكرتم قبل قليل عندما ذكرت أن السلفية ليست حزبا، لم تعلق كثيرا. هل أنت لا تنكر كلمة حزب سلفي، أو هل هو حزب؟ هذه اللفظة كلمة حزب هل هي هل الكلمة مرفوضة أم مقبولة أم فيها تفصيل أم ماذا؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. الحزب المذموم والتحزب هذا محرم في الإسلام. نعم. المسلمون يجب أن يكونوا جميعا كالرجل الواحد، يوالي بعضهم بعضا. ومعنى يوالي يحب وينصر ويعين، ومعنى يعادي يبغض ويترك الإعانة ويعادي. وهذا معنى الولاء والبراء الذي سنردده كثيرا بمناسبة التحزب. نعم. ففسرته بداية حتى يفهم. الحزبية هي عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة. إيش يعني؟ يعني عندي رجل أعظمه، أحترمه، أعظمه، أتبعه، وأوالي وأعادي عليه، بمعنى أحب من يحبه، أنصر من ينصره، أعادي من يعاديه، أبغض من يبغضه. هذه حزبية. عقدت الولاء والبراء على هذا الشخص، على ذاته، غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الحزبية الممقوتة، هذه الحزبية المذمومة. نعم. أو عقدت الولاء والبراء على كلام ودستور غير الكتاب والسنة. كذلك. نعم. المسلمون كلهم يجب أن يكونوا
حزبا واحدا، نعم. جماعة واحدة، فرقة واحدة مجتمعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. هذا الواجب، ويجتمعوا على هذا ولا يتفرقوا ولا يختلفوا ولا يتنازعوا عن هذا المنهج، نعم. عن هذا الطريق. نعم. فالحزبية ذمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هذا ذم لهذه الحزبيات. ليش؟ ما السبب؟ أنا عندما آتي وأكون حزبا، إيش معنى أن أكون حزبا؟ أن أوالي وأعادي على ما اجتمعنا عليه نحن من كلمات أو من أشخاص أو ما شابه. الآخر يكون حزبا، الثالث يكون حزبا. إيش سيحصل في المسلمين؟ تفرقة وضعف، سيتنازعوا نعم. ويتخاصموا ويتقاتلوا فيما بينهم ويفشلوا وتذهب ريحهم. نعم. هذا الذي سيحصل، وهذا ما هو حاصل اليوم. تحزبوا وتفرقوا إلى جماعات وحصل هذا التنازع فيما بينهم. هذا كله محرم. طب ما الحل؟ ما الواجب؟ الواجب الرجوع جميعا كلهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن خالف هذا فهو الذي تحزب وهو الذي تفرق وهو الذي نازع. نعم. شيخنا، كلمة أهل السنة والجماعة كانت موجودة كذلك قديما. يعني لو قلنا أنه الأئمة القدماء الإمام مالك ما قال كلمة السلفي، لو قلنا بهذا هم كانوا يقولون بكلمة أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا كلمة مفارقة لكلمة المسلم، وقد أخذوا هذه الكلمة بالقبول. لماذا فقط يمكنون على كلمة السلفية بالذات الآن؟ هل يوجد في هذا الزمن، تشعر شيخنا أنهم يريدون أن يجروا أهل السلف إلى التحزب المذموم، أم يريدون أن يخلطوا الأوراق؟ الناس في هذا الزمن يخلقوا الحق بالباطل. أهل البدع حريصون كل الحرص على محاربة أهل السنة وعلى خلط الأوراق، وهذا أمر ضروري مهم جدا عندهم. نعم. خلط الأوراق من أجل أن يحصل التلبيس على عامة الناس. نعم. كيف يحصل؟ المبتدع لا يمكنه أن يقارع صاحب السنة أبدا، لا يقدر على هذا، لأن صاحب السنة عنده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح رضي الله عنهم، انتهى الأمر. ما يستطيع عمل مقارعته ومحاربته بالرأي والعقل وكذا، هذا كلام فارغ. فكيف سيلبس على الناس؟ يحاول خلط الأمور ببعضها، يستغل بعض الأشياء من الأمور المهمة التي ينبغي أن أعرج عليها قبل أن أذكر هذا الأمر، وهو ليس كل من تسمى بالسلفية فهو سلفي. هذا كان سؤال مهم جدا شيخنا، التفريق بين السلف الحق نعم المتبع والذي يدعي ادعاء هذه. طيب سأؤجل إذن الكلام فيه. لا تريد شيخ أن تجيب؟ أجب، لا بأس. طيب الله يحفظك. طيب إذن عندي حتى أهل السنة والجماعة ليس كل من قال أنا من أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة كما مثلنا. نعم. كذلك السلفية ليس كل من قال أنا سلفي فهو سلفي. العبرة بالحقائق لا بالمسميات. نعم. وليس بما أنا ألقب نفسي به، أن أسمي نفسي به. المهم في الموضوع هل هذا حق ولا باطل عندك؟ كيف يعرف الشخص بأنه سلفي أم ليس بسلفي؟ حقيقة يعرف بذلك أنه إذا انتهج منهج السلف الصالح رضي الله عنه من اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والتزم بأصولهم في دين الله. كيف الفرق صارت فرقا؟ بمخالفة أصول أهل السنة والجماعة، الأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. إذن عندنا الأصل هو الكتاب السنة ما اجتمع عليه الصحابة. نعم. من بعدهم من التابعين وأتباعهم السلف الصالح. نعم. هذه الحقيقة. لأن من يتبع هؤلاء هو نعم. سلفي حقيقي. ويهمني أن أركز على أن هناك أصولا أخذت من الكتاب والسنة واجتمع عليها السلف الصالح. يعني يوجد أصول في نعم هذا. يوجد أصول أخذت من هنا. نعم. هذه الأصول من خالف في أصل منها لم يكن من أهل السنة والجماعة. هذه كلمة قالها الإمام أحمد شيخنا رحمه الله تعالى: من نعم. خالف أصلا واحدا منها فليس من أهلها. نعم ذكر هذا في أصول السنة. وذكر البربهاري رحمه الله ذكر نعم. أيضا أنه لا يكون الرجل صاحب السنة إلا أن تجتمع فيه السنة كاملة. نعم. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الخوارج بأنهم خوارج بماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكانوا خوارج بهذه الخصلة، خالفوا شيئا واحدا، أصلا واحد. طبعا شيخنا بعض الإخوة طلب مني أن نفرد حلقة كاملة أو حلقات كاملة في موضوع الأصول، أصول نعم. أهل السنة، وهذا موضوع مهم جدا
حتى تتبين بعض الأشياء للناس. أصول أهل السنة والجماعة ما يصلح أن نذكرها في لقاء كهذا، ليس لقاء واحد، يعني هي دروس. هذه كتب العقيدة، كتب عقيدة. كتب نعم. العقيدة يعني يرجع إلى كتب العقيدة. نعم. يجد فيها أصول أهل السنة والجماعة هناك. نعم. أما لقاء زي هذا ما يصلح. طيب شيخنا، عودا على التمثيل، أردت أن تمثل كتب أهل السنة والجماعة كلها كتب العقيدة التي درسها أهل السنة والجماعة، وقد درسنا كما كبيرا منها والحمد لله. وفي معهدنا معهد الدين القيم هذه الكتب كلها مقررة بفضل الله، التي هي تأصيلية تدريسية. لكم شيخنا شروح في شرح السنة البربهاري. نعم. وشرح السنة للإمام أحمد. عندنا الحمد لله شرح لأصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني. كذلك في عندنا شرح للعقيدة الوسطية، وقد حوت أصول أهل السنة والجماعة. كذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه من أصول أهل السنة والجماعة في مسائل التوحيد. هذه كلها الحمد لله. وغيرها من الكتب، من أرادها يدخل إلى معهد الدين القيم يجدها هناك إن شاء الله. المثال على ذلك مثلا من أصول أهل السنة والجماعة علو الله على خلقه. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وانظروا إلى الأصل من أين أخذه أهل السنة والجماعة؟ من الكتاب. وقال الرحمن على العرش استوى. طيب لما جينا وفسرنا كلمة استوى هذه، رجعنا إلى من؟ رجعنا إلى أبي عالي الرياحي، وأعلى من وجدناه يفسر هذه الكلمة، مولى أم سلمة، وهو مولى أم سلمة، وهو تتلمذ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فسر كلمة استوى فسرها بعلى وارتفع. نعم. فسرناها بهذا التفسير. علو حقيقي شيخنا. نعم، علو حقيقي يليق بجلاله وعظمته. البعض يقول علو قدر وقهر ومثل هذا. علو، هذا العلو ثابت لله سبحانه وتعالى وحده، لكن الكلام هنا في هذه الآية عن علو مكان، وليس علو مكانة فقط. علو المكانة ثابت بأدلة أخرى. لكن حديث هنا الجارية شيخ، قال حديث الجارية، قالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هنا الجارية قد أثبتت أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وهنا لم يكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية عن المكانة وعن قدر الله سبحانه وتعالى وعظمته، هذا أمر كان حتى كفار الجاهلية يقرون به. فلم يكن يحصل بهذا السؤال افتراق المؤمن عن الكافر، وهذا الذي كان يريده مؤمنة أم ليست مؤمنة، فيريد المفارقة. فهذا السؤال معروف بديهي عندها، بس هذا هو. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هل هي مؤمنة ولا كافرة. كيف بده يعلم هذا؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن كفار الجاهلية يعتقدون أن المعبودات موجودة على الأرض أيضا. نعم. لذلك قالت هو في السماء، إذا لا معبود لها إلا الله الذي في السماء. وليس المقصود من ذلك علو القدر والمكانة أبدا، مش هذا المقصود به. على كل مش موضوعنا. نعم. دخلنا في قضية أخرى. طيب شيخ الله يحفظكم. لكن الموضوع هنا أن أبين أن هذا أصل من أصول أهل السنة، لأنها مسألة عقائدية. ومسائل العقيدة هذه مسائل هي من الأشياء هي أهم أمور الدين، هي قضايا العقيدة. وليس معنى ذلك أن غيرها ليس مهما. نعم. ولكن هذه هي الأعظم. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك مسائل العقيدة يجب أن يهتم بها كل مسلم يهتم بدينه ويريد أن يموت على الكتاب والسنة، لأن الخلط فيها اليوم بالذات عظيم جدا، ومحاولة التشكيك في عقائد المسلمين قد عظم، خاصة مع قوة العلمانية والليبرالية والاتجاه هذا الذي يوجد اليوم ويشتغل بخبث ومكر على عقائد المسلمين من أجل إفسادها. فيجب على المسلم الذي يريد، المسلم السني الذي يريد أن ينجو عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون من هذه الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قال ما أنا عليه وأصحابي. تعلم أصول أهل السنة والجماعة. الناس كثير شيخ ما يهتم بهذه الأمور، هذا ذنبه هو على نفسه. نعم، يضر نفسه. هذا يضر نفسه لا شك. هذا لا عذر له في جهل هذه المسائل، خاصة في زمننا هذا الذي تطرح فيه الشبهات، ويضل بسبب هذه الشبهات عالم خلق. نعم. من الناس. نعم. يجب عليك أن تبحث عن دينك وأن تتعلم عقيدتك حتى تبقى ثابتا. ما يأتيك شخص يقول لك عيسى أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى أنتم أنفسكم عندكم في كتاب في القرآن ما يقرر بأن عيسى ابن الله. كيف؟ قال وروح منه. يلبس عليك أمر دينك. نعم. وروح منه، ويتركك هكذا. تخبط بعض الناس من المسلمين، من عامة المسلمين في هذه الآية.
مع أنها شبهة قديمة صحيح. من قديم النصارى يلقونها على المسلمين، لكن بعض المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب الآن يلبسون عليهم في هذه القضية. وروح منه هذه ليست منه تبعيضية، هذه منه ابتدائية، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الروح وهو الذي أوجدها. كان تقول هذا الدينار مني، نعم، ما صار هذا الدينار جزءا مني، نعم، ولكنه خرج من عندي. هذا معنى روح منه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده. المهم هناك شبهات كثيرة، لا بد عليك أن تتعلم أصول أهل السنة من أجل أن تثبت أقدامك في السنة، اتباع المنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. طيب شيخنا، عودا على التفريق بين السلف الحق والسلفي المدعي لذلك، خاصة أن تجد أناسا يقولون أنه سلفي، ونتفق شيخنا كلمة سلفية كلمة طيبة حقيقة، وليست هي كلمة من باب تزكية نفوس، وكان سنسأل عن التزكية، إنما هي من باب التفريق الحق عن الباطل، وكل مسلم يجب عليه أن يتبع طريق السلف الصالح. لكن خلط الأوراق الذي يحصل في هذا الزمان، ويستغلون وجود أناس يحسبون على السلفية وهم ليسوا من أهلها. فماذا نقول في هذا؟ هل نحن نقدس أشخاصا إذا خالف أصلا من أصول السنة مثلا أو كذا، وطالما أنه سمى نفسه سلفي فخلاص لا تتكلم في هذا سلفي؟ أم أن نحن هدفنا حماية الدين والسلفية؟ السلف الحق والمتبع للسلفية شيخنا، وليس كل من ادعى ذلك. نعم، هذه القضية وهي دخول بعض الطوائف والفرق في السلفية، سواء كانوا من الخوارج، سواء كانوا من المرجئة، وغيرهم في أصناف كثيرة من هذا القبيل، دخلوا وصاروا يسمون أنفسهم بالسلفية، والسلفية حقيقة منهم براء. مثل الخوارج مثلا، هؤلاء علامتهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من وجدت فيه هذه العلامة فهو خارجي، وإن سمى نفسه حقيقة سلفي، لكنه ليس سلفيا حقيقة. وأنا كيف أميز شيخنا بين الآن عندك داعش، جماعة القاعدة مثلا، من الذين يسمون أنفسهم بالسلفية، كذلك الذين يسمونه بالسلفية الجهادية. هذه التسمية باطلة أصلا. السلفية لا تنقسم إلى أقسام. السلفي هو الذي يتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم في كل أمور دينه. ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في جميع جوانب الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يجزئ الدين فيأخذ بجزء ويترك جزءا آخر. السلم بمعنى الإسلام شيخنا؟ السلم بمعنى الإسلام هنا، ادخلوا في جميع جوانب الإسلام. نعم. إذن أنا مأمور أن أكون علميا، بمعنى أني أهتم بالعلم وأطلب العلم وأعلم. مأمور أن أكون مجاهدا، أن أجاهد نفسي، وأن أجاهد أيضا بالسيف متى وجد الجهاد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بشروطه المعلومة. نعم. متى وجد وتحقق أنا مأمور بهذا الجهاد. نخصص لابد شيخنا حلقات مثل هذه عن الخوارج، عن شروط الجهاد، وهل الجهاد مطلوب غير مطلوب، كيف نحقق الجهاد. هذه أمور مهمة تشكل على كثير من الناس إن شاء الله. نعم شيخ، الله يحفظكم. فإذا التسمية شيخنا، أنا دائما بقطعكم طبعا في أكثر من مقام، الله يحفظكم في المغفرة، المعذرة شيخنا. الآن التسمي بالسلفية، هناك ناس تقول دخلوا بالسلفية مثل الخوارج، سموا أنفسهم سلفيين. نعم. وصاروا يحسبون حقيقة على السلفية، والإعلام الذي يريد، والإعلام المدسوس وهم علمانيون حقيقة مع أهل البدع، استغلوا هذا فصاروا يربطون. وهذا موضوعنا نعم. كان في الأساس، وهو استغلال أهل البدع والضلال، دخول أمثال هؤلاء في السلفية، إدخال أنفسهم في السلفية، يستغلونه من أجل تشويه صورة المنهج الحق، والإعلام من أكثر من يشتغل على هذا الأمر، فصاروا يقسمون السلفية إلى سلفية علمية وسلفية جهادية، لأن هي هذه التسمية قد وضعها الخوارج أنفسهم طبعا، لما رأوا أن الدعوة السلفية أئمتها وكبارها ليسوا منهم، وكانوا مثل المشايخ الأكابر الأئمة مثل ابن باز، بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل الوادعي وغيرهم. وكان في مرحلة التجديد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن على رأس كل 100 سنة يرسل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فكان هؤلاء الأئمة الأكابر الذين كان لهم أثر كبير جدا في العالم، وعلموا الناس التوحيد وعلموهم السنة، فصار عليهم إقبالا كبيرا. نعم. فلما أقبل الشباب على دعوة هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين هم يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية ما استطاعوا أن ينفوا عن هؤلاء الأئمة السلفية،
فلكن عندهم منهج يخالف منهجهم، فماذا فعلوا؟ أضافوا كلمة علمية، أضافوا هنا، فرقوا فقالوا هذه سلفية علمية وهذه سلفية جهادية، يعني من باب التنزل، نتنزل إنكم أنتم سلفيون ولكن نحن أيضا سلفيون، ولكن سلفيتنا جهادية وسلفيتكم علمية. وفرقوا حتى بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فقالوا أنتم فرقة ناجية لكن نحن طائفة منصورة. وهذه كلها تفريقات مبتدعة ابتدعها هؤلاء القوم وانتهجوا هذا المنهج للتلبيس على الناس وخلط الأوراق. هو هذا الذي نذكره دائما، الخلط دائما هذا خطير جدا على دعوة الحق، ولكنه يخدم دعوة الباطل ودعوة أهل البدع بشكل كبير جدا، لذلك هم يحرصون عليه. نعم، من باب خلط الأوراق شيخنا، وتحتاج أيضا إن شاء الله تعالى سنتكلم في الحلقة القادمة عن قضية خلق الأوراق أو خلط الأوراق عفوا في قضية الوهابية الحنابلة. كلمة فقط نأخذ من خلط الأوراق كلمة الإعلام، تيار سلفي أو الحركة، نقول تيار السلف. هذه الكلمة حقيقة شيخنا فيها شبهة، يريدون بشيء معين في لما يقولوا هذا التيار السلفي. والتيار عندهم هنا بمعنى أنه زي موجة، نعم. موجة أو يعني اتجاه أو ما شابه من هذه الكلمات، يعني المقصود به اتجاه وطريق وكذا وما شابه. يعني الإشكال ليس في نعم. هذه التسمية، المشكلة في الإعلام اللي موجود حاليا في غالبه إلا ما ندر، يعني من فضائيات وما شابه، في الغالب هو مسيطر عليه من قبل العلمانيين. نعم. وإذا كان في حق تحتاج إلى مقابلة وإلى لقاء، فهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرح اليوم، وهي موضوع العلمانية والليبرالية. أنت ذكرت شيخنا في مقال قبل يومين أو البارحة قضية محاربة الإرهاب، أيضا لابد نتكلم عنه في قضية العلمانية. أنك تظن أو تقول شيخنا الله يحفظكم لابد من محاربة الإرهاب، ولكن أيضا لابد من محاربة البدع والخرافات من الموجود أو أشياء، وهنالك أناس يستغلون حرب أهل السنة، وأنت تريد ذلك السلفيين أو منهج السلف بحجة محاربة الإرهاب. هذه تحتاج شيخنا حقيقة إلى وقفة خاصة أو مقبلة خاصة متابعة، لكن ممكن جزئية فقط عن هذه. العلمانيون والليبراليون هؤلاء لهم اتجاه طبعا لا ديني، وهم لا يريدون الدين، لكن بعضهم يجرؤ ويتكلم بهذا بشكل صريح، وبعضهم لا يجرؤ لأنه يعيش في بيئة فيها من المسلمين ما لا يسكت عن كلامه هذا إن نطق به. فلذلك يحاولون محاربة الإسلام بطرق ماكرة وخبيثة ويتبعون فيها خطوات الشيطان. أي نعم. فمن ذلك دعوة محاربة الإرهاب. الآن يأتي ويقول لك نحن نريد أن نحارب الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ طريقة الدواعش والقاعدة وغيرهم التي هي مبنية على سفك الدماء. نعم. هذه مرفوضة عند السلف أكيد، لا شك، أكيد. نعم. لكن الآن هم يحاولون محاربة الإسلام باسم محاربة الإرهاب. فلما تأتي أنت وتحارب معهم الإرهاب، ماذا سيظن كثير من عامة الناس؟ أنك معهم، مع العلمانيين، مع العلمانيين والليبراليين. نعم. أو إذا جئت وحاربت العلمانيين والليبراليين، ماذا سيظن؟ أنك إرهابي، أنك مع الإرهابيين. نعم. فالواجب على المرء أن يتبرأ من كلا الطائفتين، نعم، وأن يحذر من كلا الطائفتين، والتحذير يكون على حسب المقام. فإذا كانت الشوكة والقوة والنشاط الأعظم للعلماني والليبرالي يصب اهتمامه على حرب هؤلاء. نعم. وإذا كانت القوة والسطوة والنشاط للإرهابيين خوارج من دواعش والقاعدة وغيرهم، يصب حربه على هؤلاء. ليش؟ حتى يوازن الأمر ويبين للناس ما الذي يريده هو. أنا أريد أن يبقى الناس على عقيدة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بعيدا عن هذه الدعوات التي تحاول أن تصبغ الحق بصبغات الباطل. نعم. شيخنا من هذا ممكن صار الناس يسمون السلفي بداعش، يقولون عندما يمر واحد، مرت فترة عندما انتشر داعش بسبب الإعلام نعم. وخلطوا الأوراق في هذا الذي حصل. نعم. سبحان الله. نعم. شيخنا لا يمل الحديث شيخنا، لكن نريد أن يعني ترتاح شيخنا، فقط نتكلم فقط إذا تسمح لنا عن حديث افتراق الأمم، نعود عليه فقط من باب أن ننهي أمر في أمر. أول شيء ما هو حديث افتراق الأمم؟
حديث الافتراق الأمم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الحديث. نعم. شيخنا، أولا هنالك من يشكك في صحة الحديث، ولكم مقال قديم في الرد على هذا، قديم موجود الآن للتفصيل، يجده هناك لي مقال في موجود على شبكة الدين القيم، ليس على معهد الدين القيم، على شبكة الدين القيم. وفي بداية شرحي للجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أيضا تكلمت عن هذا الأمر، وتقريبا ما في أحد شكك في صحة هذا الحديث إلا ما ندر من العلماء، وغالبهم من أهل البدع الذين يخافون من هذا الحديث. يعني كما يقول العلماء أنهم يعني يبطنون شيئا، يخافون أن ينتشر فيضاعفون مثل هذه الأشياء. ولا الحديث حقيقة ما في شبه ضعف، وعن مجموعة من الصحابة كما ذكرت، وجمع كبير من علماء الإسلام كلهم يصححون. نعم. شيخنا، افتراق الأمم هي أو خلينا نقول الأمة عندما تفترق أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا في الحديث كلهم من المسلمين أم من هذه الفرق ليسوا من المسلمين؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح أن الفرقة إذا كفرت لا تكون من هذه الفرق 73 إذا كفرت. نعم. يعني مثل فرقة الجهمية مثلا الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة، ولهم من العقائد الكفرية شيء الكثير وقد كفرهم أهل العلم. ومثل الرافضة مثلا الذين يزعمون أن القرآن محرف ويسبون الصحابة ويلعنون عائشة رضي الله عنهم، هؤلاء لا يحسبون من هذه الفرق. نعم. إنما يحسب من هذه الفرق الذين هم مسلمون ولكنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منه في أصول وخالفوا فيها أصول أهل السنة والجماعة، أو انتهجوا منهجا يخالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندئذ يكونون من هذه الفرق، إلا أنهم لم يبتدعوا بدعة يكفرون بها ويخرجون من ملة الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل كل من ينتسب إلى فرقة من الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل هو في النار بعينه أم؟ هذا الحديث يدل على أن هذه الفرق فرق ضلال، فرق منحرفة عن طريق الحق، يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحابها سيكونون من أهل النار. لكن هل فلان من الناس الذي انتسب إلى هذه الفرق بعينه يكون في النار؟ لا نطلق هذا القول، لأن هناك أسباب كثيرة للمغفرة، ربما يغفر الله سبحانه وتعالى له، ربما يتوب الشخص قبل أن يموت، وربما أصلا له يكون من الحسنات ما تغلب سيئاته. المهم أسباب المغفرة كثيرة قد جمعها ابن تيمية رحمه الله في قرابة 10 أسباب تكون سببا لمغفرة، ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنتم لا تدخلون الناس في النار. الناس تظن أنتم السلفيين واقفون على باب النار أو الجنة، تدخلون من تشاءون وتخرجون من تشاءون بمثل هذا الحديث وغيره. هذا ليس لنا، هذا إدخال الناس النار أو الجنة هذا لله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، لكن نحن نطبق أحكام الله سبحانه وتعالى التي ذكرها لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي تعلمناها من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى. نطبق هذه القواعد وهذه الأصول على الناس من أجل أن نميز ما بين صاحب الحق وصاحب الضلال، ومن أجل أن نعطي كل واحد من الناس الأحكام الشرعية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا المسلم الصالح له أحكام، المسلم المبتدع له أحكام، المسلم العاصي له أحكام، الكافر له أحكام شرعية، كل واحد له أحكام شرعية تناسبه موضوعا في الكتاب وفي السنة. كيف أنا سأنزل هذه الأحكام على الشخص إذا لم أعرف من أي جماعة هو أو من أي صنف من هذه الأصناف التي ذكرنا؟ أريد أن أعرف هل هذا الشخص عاصي؟ طيب العاصي له أحكام شرعية تخصه. هل هو مبتدع؟ المبتدع له أحكام شرعية وردت في الكتاب والسنة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. كيف أنا سأحذره إذا ما عرفت أنه هذا منهم ولا ليس منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج اقتلوهم حيث وجدتموهم. فإذا عندي حكم شرعي ينزل على الخوارج، كيف سأنزل هذا الحكم الشرعي إذا أنا ما أعرف أن هذا من الخوارج أم ليس من الخوارج؟ إذا في عندي أحكام شرعية. الزاني
عندما يجب أن يقام عليه الحد الشرعي عند الله سبحانه وتعالى، مش يجب أن نعرف هل هو زاني أم ليس بزاني، هل السارق سارق أم ليس بسارق حتى يقام عليه حد السرقة. نعم. وهكذا. والكافر أنتم تقيمون الحدود شيخنا؟ لا، الذي يقيم الحدود هو ولاة الأمور وليس لأفراد الناس. نعم شيخنا. نعم. الله. طيب شيخنا، هل السلفيون تكفيريون يكفرون المقابل المخالف لهم؟ التكفير حكم شرعي. الله سبحانه وتعالى قال في أقوام كانوا يظهرون الإسلام، قال لا تعتذر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة فكفروا بكلمة قالوها. إذن يكفر المرء بعد أن يدخل في الإسلام ولا لا؟ ممكن أن يكفر. نعم. إذن فهناك أحكام يجب تنزيلها كما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فالمبتدع ينزل عليه حكم المبتدع، الكافر ينزل عليه حكم الكافر، العاصي الفاسق ينزل عليه حكم الفاسق، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا أنا كيف بدي أتبين أعرف هل هذا الذي جاءني بالخبر هل هو فاسق أم ليس بفاسق حتى أتبين من خبره أو لا أتبين. نعم. إذن هناك أوصاف يجب أن ننزلها على الأشخاص من أجل أن يعطى كل واحد ما يستحقه من حكم شرعي. فالتكفير حكم شرعي إذا ورد في الكتاب أو في السنة أن الفعل الفلاني أن الفعل المعين هذا كفر أو القول هذا كفر، فهنا يجب أن يعمل العالم. أقول وليس كل من هب ودب كما هو يحصل اليوم في الساحة، هناك غلو في هذا الموضوع وهناك فوضى الآن في الساحة. كل من هب ودب يأتي وينزل هذه الأحكام على الناس، حتى من عامة الناس. ترى عامة الناس ينكرون على بعض الشباب هذا الشيء لكنهم يقعون فيه. إذا غضب قليلا تجده يكفر ويفسق ويبدع ويفعل كل شيء من غير ما في قواعد ولا ضوابط. لا، هذا كله محرم، ما يجوز، خاصة التكفير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر خطير ليس سهلا، فلا يتساهل في هذا الأمر، وفي نفس الوقت لا نعطل أحكام الله. لا بد من الاعتدال في الأمور، ومرجع هذا أهل العلم. مرجع هذا إلى أهل العلم. أهل العلم هم الذين ينزلون الأحكام على المعينين. لأن هناك عندي ضوابط في تنزيل الأحكام على المعينين، هناك شروط لا بد أن تتحقق، وهناك موانع يجب أن ترفع حتى ينزل الحكم على المعين. فالأمر ليس بالسهولة هذه ولا بها الفوضى اللي موجودة اليوم في الساحة. لا بد من الاعتدال، ولا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذه القضية. أما التكفير العشوائي والفوضوي اللي موجود عند جماعة التكفير وعند الخوارج فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. شيخنا، الحديث يعني حقيقة ممتع وشيق، بارك الله فيكم، والأسئلة تفتح باستمرار، وخاصة لا زلنا في موضوع خلط الأوراق، لابد أن نؤجل هذا كله، لكن الموضوع خط الأوراق الذي يحصل الآن حقيقة يحتاج إلى نقاش طويل. خاصة قبل أيام سمعت شيخنا أحد الناس الذي أنكر على من يفعل بدعة معينة، قال أنتم تريدون تكفيرنا بذلك، يقولون لمن ينكر عليهم. فهذه أيضا من خلط الأوراق، لكن إن شاء الله تعالى شيخنا حتى ترتاح. على أهل البدع أصناف وليسوا صنفا واحدا، منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة، وليسوا كلهم على جميع وعلى وصف واحد. وقد ذكرنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق التي هذه ليست فرقا كافرة، هي فرق مسلمة أهل الإسلام، وهم في تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. تحت مشيئة الله في الأخير، من مات على هذه البدعة فهو تحت مشيئة الله. كما قال بعض أهل العلم لا نكفر أحد من القبلة بذنب، مثلا شيخنا نقول بكل ذنب. لا نكفر واحد من أهل القبلة بكل ذنب. لكن من كفره الله ورسوله فهذا ينزل عليه. إذن ترجع الأحكام الشرعية أهل العلم الذين يردونها وبفهم السلف الصالح لا بفهم الخوارج، إلى الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح اللي هم السلف، لا بفهم الخوارج. والسلف ليس فلان وعلان، السلف كل من اتبع كتاب الله. نحن لا نتبع شخصا معينا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما نتحدث عن المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كيف فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الذي نتحدث عنه. لكن ما عندنا إنسان معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحد، كل عالم يخطئ ويصيب، سواء كان من الصحابة أو من بعدهم.
المعصوم من الخطأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصوم من الخطأ هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، المنهج الذي كانوا عليه ككل. قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الأربعة من الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة بهذا الحديث الذي ذكره. المنهج كان حجة للأدلة التي ذكرناها بداية من لزوم اتباعهم فيه. نعم شيخنا بارك الله فيكم. طبعا لا زال الكلام عن الإرهاب وعلاقة السلفيين بالإرهاب وعن التكفير وعن أشياء كثيرة جدا، نؤجل ذلك لحلقات قادمة شيخنا، وأخذنا من وقتكم كثيرا وتعبتم شيخنا، الله يحفظكم. وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لطاعته وأن يطيل في عمركم على مرضاته وأن يغفر لكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة ويصلح حال المسلمين ويجمعهم على الحق والتقوى. وبارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم شيخنا. وإن شاء الله تعالى إخوتي بارك الله فيكم، للحديث بقية في أسئلة كثيرة ومواضيع مهمة تطرح. انتظرونا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.